مساء الفل. يانيك فيريرا أخيرا اقتنع إن كل لعيب لازم يلعب مكانه. حتى عبد الله السعيد في مركز 8، ناصر ماهر في مركز 10، وألفينا وينج رايت، وشيكوبانزا وينج ليفت. بدأ الماتش بضغط عالي من الزمالك. عبد الله السعيد قطع كرة في وسط الملعب في وسط 2 لعيبة، حارب عليها، حط بينية لألفينا، راح ورقص الباك وحط جول. الزمالك كمل الشوط ضاغط، كان ممكن يجيب جون تاني وجون تالت، إلى أن يانيك فيريرا يقرر ان هو لازم يبدأ الكورة من تحت. بمين؟ وحسام عبد المجيد والونش. وعلشان انت تقرر انك تبدأ الكورة من تحت لازم يكون عندك 2 باكات بيعرفوا يلعبوا برجليهم. وما شاء الله حسام عبد المجيد والونش ملهمش دعوة برجليهم، ما بيعرفوش يلعبوا بيها اصلا. يعني هما موضوع ان انت تديله الكورة وتقول له باصي ده حاجة ما خدهاش في الناشئين، ما عرفهاش هيلعبها ازاي. فبقى كل كورة بتطلع من عند حسام أو من عند الونش بباص مقطوع بهجمة عليك. وفضل الزمالك آخر ربع ساعة في الشوط الأول بيدافع بسبب الباص الخاطئ من حسام والونش. الشوط التاني بدأ بأول تركاية أشوفها من فيريرا، إنه رمى شيكوبانزا ناحية ألفينا عشان يعملوا زيادة عددية في الناحية اليمين. وبعد 3 دقايق من الشوط الأول هجمة ما بين ألفينا وشيكوبانزا بتنتهي بجون، طبعا بخطأ متكرر من أبو جبل. طبعا التغييرات علشان غلط، مضافتش أي جديد. فضل الزمالك مضغوط لولا وجود عبد الله السعيد في نص الملعب، إن هو قائد للفرقة وعارف ازاي امتى يهدي رتم الملعب. جه في الدقيقة 67 عبد الله السعيد وقف الكرة في نص الملعب تقريبا دقيقة، ينقل ويروح يستلم، ينقل ويروح يستلم، ينقل ويروح يستلم. بعد الجون بتاع مودرن ابتدى يركب الماتش، ابتدى الزمالك هو اللي يستقبل الكورة، ابتدى يبقى فيه خطورة لمودرن لولا وجود صبحي. اتدخل يانيك فيريرا ب3 تغييرات، نزل دونجا مكان شحاتة، وآدم مكان شيكوبانزا، وناصر منسي مكان عدي الدباغ. التغيير الأولاني مفهوم إن دونجا نزل مكان شحاتة لأن شحاتة كان مصاب. طيب التغييرين التانيين، ناصر منسي بغض النظر عن مستواه اللي رجعله اللي هو ما قبل السوبر الأفريقي، هل ناصر منسي هو مهاجم المساحات اللي انت هتعتمد عليه في المساحات اللي ورا دي؟ لا. طيب كان المفروض ينزل مين؟ كان المفروض ينزل احمد شريف مكان عدي الدباغ، لعيب فريش ممكن يجري لك سريع، ممكن يعمل لك هجمة مرتدة خطير. طيب الناحية التانية نزل آدم مكان شيكوبانزا. طيب هو شيكوبانزا اللي كان أفيد لك في الملعب ولا ناصر ماهر؟ ناصر ما كانش ليه أي وجود في الملعب، طلع ناصر ماهر ونزل آدم كاد برضه هيلعب في مكانه. طبعا التغييرات علشان غلط، مضافتش أي جديد. فضل الزمالك مضغوط لولا وجود عبد الله السعيد في نص الملعب، إن هو قائد للفرقة وعارف ازاي امتى يهدي رتم الملعب. جه في الدقيقة 67 عبد الله السعيد وقف الكرة في نص الملعب تقريبا دقيقة، ينقل ويروح يستلم، ينقل ويروح يستلم. اللي أنقذ الزمالك في بقية الماتش إنه مودرن بدنيا وقع، مبقاش قادر إنه يكمل الضغط بتاعه، وبالتالي ابتدى الزمالك يبدأ يمسك كورة تاني وينقل لحد ما الماتش مخلص. طيب بعد الماتش تقدر تقول إن الزمالك كويس؟ لأ، الزمالك تقريبا 80% من الفريق مش في حالة كويسة. عمر جابر غريب، بنتايج مش هو بنتايج. حسام والونش خلاص اتكلمنا عنهم، يمكن هما اللي فايقين في الفرقة. ألفينا، عبد الله، شيكوبانزا، بس ما شفتش حد تاني في الملعب يعني تقدر تقول عليه ان هو فايق. حتى شحاتة مستواه مش هو اللي بدأ بيه.